السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حنان. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم هي ميني باغيت معمرين، كيجيو لذاذ بزاف وخفاف، ممكن نزينوا بهم مائده نتاع رمضان. غادي ندوزوا المقادير على بركه الله. هنا غادي نبداو بالحشوه لانها باش نطيبوها ونخليوها كتبرد. عندي هنا واحد 250 غرام تقريبا ديال الكفته، عندي الزعتر، الملحه، واحد جوج فرماجات مثلثات، وعندي واحد نص كاس ديال الزيت مخلط ما بين زيت بلديه وزيت روميه. بالنسبه للتوابل عندي سكينجبير، ثوم بودره، وعندي الابزار، الخرقوم وشويه ديال التحميره. بالنسبه للخضره عندي هنايا واحد القرعه محكوكه وخيزو حتى هي محكوكه، وواحد الفلفله مقطعه رقيقه هي والبصله وحبه ديال البصله حتى هي. هنا الخضار ممكن نتوما تحكموا في الكميه، ممكن ديروا جوج حبات من كل حاجه، انا اكتفيت غير بهذا القدر. غادي نبداو اول حاجه غادي نديروا داك الزيت مع الملحه مع هاد الخضر باش نشحروهم على النار. هنا كما كتشوفوا من بعد ما دبلت هذيك الخضيره كتطلق الماء ديالها، يعني ما كنحتاجوش اننا نضيفوا لها الماء. غادي نضيفوا لها التوابل ونخلطوها مزيان. من بعد غادي نزيدوا هذيك الكفيته اللي عندنا حتى هي، كنديروا لها هكا واحد الفراغ في الوسط، كنخليوها حتى كتشحر، مع لان هي دغيا كطيب ماشي بحال الدجاج. وهنا ممكن تعوضوا الكفته بالدجاج، يعني الحشوه كتبقى على حسب الاختيار ديالكم. حتى الخضر بالنسبه للخضره ممكن نضيفوا اي نوع عندنا، او نكتفيو غير بالجزر والقرعه، المهم داكشي اللي عندنا نخدموا به. هنا من بعد ما طابت هذيك الكفته دغيا كطيب، غادي نضيف هذوك الفرماجات ونضيف الزعتر محكوك، كنحكو هكا بين يديا شويه صافي، وكنخليوها على جنب تبرد حتى الوقت غادي نحتاجوه. هنا غادي ندوزو للعجين. عندي هنا واحد تقريبا 6 كؤوس ديال الدقيق، غادي ناخذ غير 2 كيسان ديال العنبه ديال الدقيق، وغادي نخلي الباقي من بعد ونحتاجو. عندي معلقه صغيره ديال الخميره، عندي شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال السنيده، واحد الساشي ديال خميره الحلوى، وعندي واحد الكاس ديال الفينو او السميد الناعم، وعندي نص كاس ديال زيت الزيتون، والماء بطبيعه الحال يكون دافي. هنا غادي نضيف هذاك الدقيق، ونضيف الملحه، الخميره والسنيده والساشي ديال الخميره الحلوى، وغادي نضيف واحد تقريبا 2 كيسان حتى 3 ديال الماء دافي بالكاس ديال العنبه. طبيعه الحال كيكون العبار، وغادي نغطيوها نخليوه حتى كيتفاعل هذاك الخليط. من بعد غادي نرجعوا باش نكملوا باقي المقادير اللي باقيين. انا من بعد ما خليتها ارتاحت واحد مده 15 دقيقه، غادي نضيف باقي المكونات اللي عندي. غادي نضيف هذاك نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نضيف هذاك الكاس ديال الفينو كما شفتوا العباره كله بكاس العنبه، وغادي نضيف كاس ديال الدقيق من هذيك الكميه اللي كانت عندي باقيه، يعني كنضيفوا على دفعات، يعني كنضيفوا كل مره كاس باش كندخلوا هذاك الكميه اللي عندنا باش كندخلوها في العجين. غادي نخلط غير بالاصابع ديالي، يعني ما كتحتاجش ندلكوها. وغادي نضيف هنا الكاس الرابع، وانا كنخلط يعني عيني ميزاني، كنشوف العجينه صافي تجمعت كنوقف. هنا هذا الكاس الخامس. كما كنعرفوا يعني النوعيه ديال الدقيق كتختلف، فإلا ممكن نتوما يجيوكم غير 5 ديال الكيسان في هذه العجينه. انا كما شفتوا دخلت 6 ديال الكيسان، فهنا درت غير نصف حتى جمعتها. شفتي الا كان باقي مازال محتاجه نضيف لها النصف الاخر، وفعلا دخلت فيها تقريبا كما قلت لكم 6 ديال الكيسان صافي. هنا غادي نجمعها مزيان. كما قلت لكم هذه العجينه ما كتحتاجش الدلك، يعني غير بالاصابع كنجمعوها. انا غير فقط نحاول الا باقي شي زوائد ديال الدقيق كندخلهم في العجينه. كما شفتوا كتكون العجينه رطبه. غادي نغطيوها نخليها غير ترتاح واحد. هنا من بعد ما خليت العجينه ارتاحت واحد شويه، غادي ناخذها غادي نشكلها على شكل الكويرات. انا درتهم شويه كبار، ممكن تصغروهم، يعني الحجم كتحكموا فيه. تقريبا هنا خرجت لي واحد 16 ديال الكويره صافي. كما غادي تشوفوا معايا الفيديو راه شارح نفسه. غادي غير ناخذهم هكا كورات وكنغطيهم لان الحال بارد باش ما تكونش واحد القشره من الفوق.
ومن بعد نرجعوا باش نعمروهم بالحشوه اللي خليناها تبرد. من بعد ما كملت هذيك التشكال ديال العجين وخليت كما شفتوا الحشوه بردت. بالنسبه للحشوه ضفت لها غير الزيتون مقطع اخضر، ممكن ما تضيفوش يعني كيبقى اختياري. وغادي ناخذ شويه ديال الدقيق غادي غير باش ما تلتصقليش العجينه مع الدلاك، وغادي نبدا نسرح فيها على شكل طولي كما غادي تشوفوا معايا هنا في الفيديو. العجينه كتكون لينه وكتساعد بسهوله يعني تطلق. بالنسبه للدقيق ما كنكثروش يعني غير واحد شويه باش ما كتجيناش ناشفه. كما شفتوا من بعد ما طلقات العجينه غادي ناخذ شويه ديال الحشوه كنديرها غير في الوسط، ما كنوصلوهاش للجوانب او الاطراف. صافي وكنبدا نجمع في العجينه على هذا الشكل اللي غادي تشوفوا. انا كنجمع وكنضغط كنضغط مزيان باش تلتصق يعني باش ما تحلش في الفران. كما شفتوا كنجمع مزيان هاد الجوانب، ولا شفناهم انهم ما كيلتصقوش مزيان ممكن نديروا الاصابع ديالنا في الدقيق في الماء عفوا ونضغطوا على العجينه هكا غادي تلصق بسهوله. كنضغطوا مزيان كما قلت لكم باش ما تلتصق لناش عفوا باش ما تحلش العجينه في الفران. صافي وكنضغطوا بحال هكا وكنقلبوها هكا. هذا هو الشكل ديالها كيف كتجي، وغادي نحطها في واحد الصينيه اللي مدهونه او نفرشوا لها ورق ديال الدقيق. غادي نستمر بنفس الطريقه كما كتشوفوا حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هنا ممكن نضيف واحد شويه ديال الفخوماج محكوك فوق هاد الحشوه، يعني كيبقى كاقتراح، انا ما ضفتوش. وكنضغط مزيان على العجين كما كتشوفوا باش ما كتحلولناش هاد لي ميني باغيت في الفران. صافي ومن بعد ملي كنقلبها كنضغط عليها يعني كنحاول نصاوب لها الشكل ديالها. انا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي الحشوه جات قد مع الكميه ديال العجين اللي عندي، غادي ناخذ واحد الموسيكون حاد وغادي ندير واحد الشريطات في هذوك الميني باغيت كما كتشوفوا في الفيديو. هنا شرطتهم قبل ما ندهنهم بالبيض باش نبقى محافظه على هذاك الشكل. من بعد غادي ناخذ واحد البيضه ندير معها واحد شويه ديال الحليب، تقريبا عندي 2 معالق ديال الحليب مع بيضه، وغادي ندهنهم مزيان وكنرشهم بالجنجلان ابيض وبالبافون. ممكن ترشوهم بزرع الكتان او الشوفان يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكندخلهم الفران كيكون مسخن من قبل. ما كيحتاجوش بزاف ديال الطياب. من بعد كنزلوهم باش كيتحمروا كياخذوا هكا اللون ونخرجوهم. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى يعجبوكم لانهم فعلا كنتمنى عفوا تجربوهم لانهم كيجيو فعلا خفاف ولذاذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. انا كنضرب لكم موعد الى الفيديو القادم، كنقول لكم السلام عليكم.